هذا التعديل استجابة لمطلب أفراد الجالية وهم مواطنون متساوون مع الجزائريين في الداخل في نظر الدستور، كما أن اقتناء السيارات يتم بالمال الخاص بعيدا عن خزينة الدولة، بل يسهم في مداخيل إضافية لها، يعني حتى مع الامتياز الجبائي. نقطة أخرى، هذا التعديل من شأنه ربط الجالية الوطنية بالخارج بالوطن، ونحن نشجع كنواب، نحن نشجع الجالية على التملك سواء كانت سيارات أو سكنات أو استثمارات بالجزائر داخل الوطن. أما فيما يخص التحجج باتفاقية كيوتو، فهنا يعني أستحضر الآية اللي تقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لماذا؟ أنا شخصيا أدعو للسهر على تطبيق اتفاقية كيوتو ما جاء فيها، لأن فيها إيجابيات كثيرة جدا، لأن من بين ما جاء فيها سلاسة حركة المسافرين على مستوى المطارات والمحطات البحرية، وأن التفتيش لا يكون تلقائي بل في حالات استثنائية جدا وبناء على معطيات ومعلومات. أدعو السادة يعني لزيارة المطارات ونشوفوا نقاط التفتيش. أدعو السادة النواب للنزول إلى المحطات البحرية ونشوف كيف أين التفتيش. يعني المسافر يبقى أكثر من 10 سنوات. السيد مدير العام الجمارك حاضر، كلمته يوم السبت، عفوا إن شاء الله تتخلص. واصل. السيد مدير عام الجمارك كنت كلمته يوم السبت، لأنه كانت لي زيارة للميناء مع أحد زملاء النواب، وشاف كيف أنه المسافر يبقى أكثر من 10 ساعات، يتجاوز 10 ساعات. والله هذا أمر غير مقبول، على خلاف ما جاءت به اتفاقية كيوتو. على كل يعني نحن ندعو إلى الكف عن لي أعناق النصوص، لأنه اتفاقية كيوتو السادة النواب المحتج بها وكذلك اتفاقية إسطنبول تتحدثان عن شيء آخر تماما، لا تتحدثان يعني عن عدم إمكانية جمركات السيارات بالنسبة لغير المقيمين. وقد عدت إلى هذه الاتفاقية ودرستها، وليس فيها ما يمنع جمركات السيارات يعني أقل من 3 سنوات بالنسبة للجالية، وهذا الشيء كان معمول به سابقا. لذلك أدعو السادة النواب لتدارك مسألة مهمة، وهي مسألة الرمزية والابتعاد عن كافة أشكال الإقصاء والتمييز بين الجزائريين. فيما يخص التعديل رقم 77، وبعد دراسة مضمونه مع مندوب أصحابه، رفضت اللجنة هذا المقترح لأنه يتعارض مع اتفاقيات الدولية المتعلقة بتبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية، اتفاقية كيوتو المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2447 المؤرخ في 23 ديسمبر 2000، التي تنص على في الفصل الأول من الملحق عين القاعدة 3.2 على أنه يمنح القاعدة 2.3 على أنه يمنح لغير المقيم الإدخال المؤقت لوسائل نقلهم الخاصة، والاتفاقية الدولية المتعلقة بالقبول المؤقت المبرمة في اسطنبول المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 9803 المؤرخ في 12/1/1998، والتي نصت في الملحق المتعلق بوسائل النقل يجوز أن تبقى وسيلة النقل للاستعمال الشخصي في نظام الإدخال المؤقت لمدة 6 أشهر متواصلة أو متقطعة على فترة 12 شهر.